السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات مطبخ بسمه. اليوم غادي نقدم لكم البسطيله بالكفته. هاد البسطيله كتجي زوينه، قلت باش نديرها ونوريها لكم. بسم الله، غادي نبداو. غادي نقولوا المقادير. هاد القدر اللي غندير بالنسبه بسطيله ديال 6 ناس، يعني ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره. بسم الله. عندي المقادير. عندي كيلو الا ربع ديال الكفته، ما فيها لا لقامه لا والو. 300 غرام ديال الشعريه الصينيه او فيرميسيل، بعد ما درتها 5 دقائق في الماء طيب وصفيتها وقطعتها على هذا الشكل. عندي شامبينيون علبه متوسطه. عندي لي زالك، القزبر، المعدنوس. عندي هنا 4 تومات، معلقه ديال مطيشه الحك، زيت، موطارد سودانيه، حامض مصير مقطع رقيق، الملحه، شويه البزار. عندي هنا صلصه حاره، الصوجا. عندي هاد الفرماج ديال الساندويتش. عندي باكيه، نص كيلو ديال الورقه، هاد الورقه الكبيره. عندي الزبده اللي غادي وبيضه اللي غنجمع بهم البسطيله. هاد الزبده غادي ندوبها. دابا غادي نوجد لقامه الكفته. غندير الكفته هذه، غندير فيها لقامه، غندير عليها شويه البزار، الملحه والحار، شويه ديال الثومه، صافي. غندير شويه الزيت، غير شويه. غنديرها طيب تشحر مزيان فوق البوطه حتى طيب. درت الكفته كطيب، ودابا غادي نصاوب اللقامه الاخرى البرميسيل. غادي ناخذ اول حاجه غندير الزيت قياس. غندير الثومه، ندير الربيع، غندير الموطارد قياس معلقه كبيره، غندير مطيشه الحك معلقه، غندير هاد نص حامضه مصيره مقطعه، غندير الحار على حساب الذوق، ندير شويه ديال الغزال، غير شويه، الملحه. غندير هاد الصلصه ديال الحار، ندير الصوجا قياس معلقه كبيره ديال الصوجا. غندير هاد لي زالك، وغادي ندير الشامبينيون. صافي. غندير هادشي فوق البوطه حتى هو يتشحر مزيان. عاد غادي نزيد عليه الفيرميسيل حتى هي غنخليها تطيب، وغنزيد عليها الفرماج. غادي نبقى نفتت فيها بحال هكا ملي كطيب ولكن نفتت. نتمنى تجربوا هاد الوصفه، كتجي زوينه، كتجي لذيذه بزاف. غير تبعوا معايا المقادير والطريقه وان شاء الله غادي تعجبكم. انا مجرباها شحال من مره، كتجي لذيذه بزاف. ما تنسوش تشاركوا معنا في القناه باش يوصلكم الجديد. اللي بعد ما طابت لينا الكفته ونشفات، غادي نزيد عليها الفرماج. غنزيد عليها غير نص ديال الفرماج، نص الباكيه. غادي نخلطو يذوب معاها. من بعد ما تشحرات لينا هاد اللقامه غنزيد عليها الفيرميسيل. صافي. غنخلطها مزيان بحال هكا في هاد اللقامه، ونخليها فوق البوطه تنشف. صافي. بعد ما تنشف غنخليها تبرد الكفته وتبرد هذه، ونتلاقاو باش نعمروا البسطيله ديالنا. من بعد ما طابت اللقامه وخليتها بردات الفيرميسيل والكفته، ذوبت شويه الزبده تقريبا واحد المعلقه، خلطتها مع الزيت، وطربت بيضه
ودابا غادي نعمر البسطيله ديالنا، والطاوه ديال البسطيله حتى هي من بعد ما دهنتها بالزبده مزيان بالزبده غناخذ هاد الورقه ديالي، ورقه ديال البسطيله دلاها كي كنعمروا البسطيله عاديه، ونبقى نستمر بهذه الطريقه بحال هكا. صافي تندور الطاوه ديالي كلها، غادي ندهن بشويه الزبده والزيت. تندير الزبده كندير الزيت كثير على الزبده، لان الزيت دائما كيجيب الورقه ديال البسطيله مقرمله. صافي ندير واحد شويه البيض باش تلصق ليا، غندير ورقه هنا الوسط، دائما ندهن بالزيت والزبده. نزيد ورقه اخرى الا بغيتها تجيني لتحت غليظ. صافي غنشد هاد النص ديال الخليط ديال الفيرميسيل غنديرو في الاول بحال هكا. صافي دابا ندير هاد الكفته في الوسط. صافي نكمل هذاك الخليط اللي بقى هنا الفوق، نحاول نفرقو بحال هكا على البسطيله كامله، وناخذ هادشي اللي بقى ليا ديال الفرماج ونحاول ندير ليها نسرح فوق هذا الخليط كله. صافي نبدا نجمع فيه في البسطيله ديالي، نديرها ندهن بشويه البيض ونقلب. ونجمع البسطيله ديالي مزيان، نبقى ندهن هاد البليصات بشويه البيض، نجيب الورقه ندهنها مزيان بالزيت والزبده. صافي نبقى هكا تنجمع بسطيلتي مزيان ونقادها وندهنها مزيان بالزيت والزبده. صافي ندير في الاخر وحده بحال هكا، ندير في جناب البيض. بعد ما درت البسطيله ديالتي ندير ليها هاد الورقه، شديتها قطعتها بالمقص ودهنتها بالزيت والزبده مزيان، وغادي ندهن دابا البسطيله بالبيض، هذاك البيض اللي بقى ليا، وغندير فوق منه هاد الوريقات اللي قطعت بحال هكا. كتزين البسطيله ديالتي كل واحد وكيدير التزيين اللي بغا. من بعد كنخليها ترتاح واحد الساعه ولا هذا واحد الساعه، كنشد قطيب وكنتثقبها بحالها، كنتثقبها مزيان. صافي وكنديرها في الفران طيب حتى كتحمر من التحت ونحمرها من الفوق. ما كتشدش الوقت بزاف باش تحمر، تقريبا 20 دقيقه. صافي من بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا. البسطيله ديالي هي وجدات، حتى هي طابت كتجي محمره وزوينه. كنتمنى تعجبكم. ما تنسوش تسجلوا الاعجاب ديالكم على القناه بالضغط على زر لايك، اشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد. وبصحه وراحه والسلام عليكم.